كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى تكونوا الف خير يا رب. كيف ما عودتكم طبعا سوما المرأة الأنيقة. اليوم حشارك معكم بسبوستي الحلوة. طبعا حندير هنا كبايتين سميد. طبعا بسبوسة الحوش السريعة العادية قلت نشاركها معكم على سبة ماشية زردة ونوريكم تحضيرات الزردة. طبعا درت بسبوسة الحوش وبعدين هذه كباية تانية متاع سميد دايره البسبوسه في الحوش هذه، وبعدين حندوب المقادير وحناخد واحده كبيره للزردة. في نفس الوقت قلت عليش ليش ما نشاركهاش معاكم. ونص كوبايه سكر، وهنا ظرف واحد خميره، وهنا طشة ملح، هنحركه كله مع بعضها. وبعدين نضيف كوباية زيت، وهنا حنضيف زبادي أنا، بعدين نضيف دحية واحدة، بعدين حنضيف فانيليا واحدة. طبعا قلت لي فترة ما طلعت الكمش ريفت عليكم واجد، فقلت نطلع نشارك معك تحضيرات الزردة من البداية. طبعا ما عمري شاركتها معكم من البداية، هذه شاركها معكم من لما بديت نحضر الحاجات في الحوش اللي حنشيلها معايا في الزردة. وزدت هنا كوباية حليب، وبعدين حنحركهم مع بعضهم كويس، حنكبهم في الطاجين. طبعا حنوريكم بعد ما نحركهم. حناخد الطاجين وندهنه بزيت، وانا رشيت سميد، في اللي يحب يدير دقيق انا درت سميد. في نفس الوقت حنكبها توا كلها ونخششها للفرن، ونكون هيك انتهت البسبوسة. بعد ما تطلع توريكم شو حنديروا اخرى. طبعا في اللي كل واحد وطريقة بسبوسته، انا درت بسبوسة عادية وسريعة. طبعا قبل ما تطلع الفرن انا عندي عسل واتي، اللي حاب يدير عسل يدير سكر ومية على النار وشوية ليم باش نعند ما يتقل يقعد العسل خداه قوامه ويرشه فوق البسبوسه. يا البسبوسه تكون ساخنه يا العسل ساخن، واحده من الاثنين. طبعا قصيت البسبوسه كما حقيته ورشيتها سقيتها كويس باش تشرب، وبعدين يزينها كل واحد كيف ما يبي. انا عندي شويه كاكاويه ولوز مطحون درت منه فوق، كل واحد يزينها بالطريقه اللي يحبها. طبعا هنا وريتكم البسبوسه بعد ما طابت وخليت منها شويه في تبسي، تجي حلوه ورطبه وفي الاكل جميله جدا. انا من عشاق البسبوسه نحبها واجد، خصوصا البسبوسه العاديه. طبعا دبلت المقادير زي ما قلت لكم، وهذه بسبوسه درتها كبيره باش نشيلها معايا للزردة. حناخدها معايا. ودرت سندويتشات، بديت نجهز في السندويتشات اللي حناخد معايا في الزردة. طبعا ما قدرتش نشاركهم معاكم عصب وقت عليا، وقاعده نجري 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 جري غير طبيعي. وبعدين بدلت الدشي هنا، وبدلت البنوتي دبشها ولبستها. وهنا حنبدا معاكم بداية زردة جمعتكم زي ما يقولوا مبارك. صح انا حطيت الفيديو شويه متاخر بس كان ظروف. في نفس الوقت زي ما قلت لكم ريفت عليكم لي فتره ما حقتكمش، وانا نزلت لكم حاجه ريفت عليكم واجد واجد واجد. قلت انزلكم طلعتي كيف كانت. طبعا هنا ماشيين في الطريق، زال مش عارفين وين ماشيين.
لكن حنتفقوا في الطريق أكيد. خلوا كامل معايا أكيد. طبعا it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no طبعا emotion, بدينا 'cause في my أكل. love بنتي deserves بنتي to بنتي be. بنتي دايرة مشاكل والله، عيالكم دايرين مشاكل، كل واحد شنو At يبي. a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really
طبعا هنصب الشاي. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. أنا وأخيرا قاعدة نفطر زي ما حكيتوا. حبيت أشارك معاكم كل حاجة حتى أنا قبل ما نفطر، زي ما قلت لكم لأني ريفت عليكم لي فترة ما طلعت لكمش بأي حاجة، لكن إن شاء الله حرد نطلع لكم ديما وحنحكم ديما ومش حنغيب عليكم المرة هذه، وعد أكيد أكيد أكيد. شاركت معكم اليوم طبعا هذه الدرب وعيديرة مشاكل ديما، احنا ديما نتعايطوا على الزرد الفطور على عيالنا، ديما نتعايطوا على الزرد نحنا وعيالنا بس. طبعا بعد الفطور طلعنا تمشينا شوية، نطلع فوق ونوريكم الخيمة من فوق بعيدة. طبعا أنا بعد ما طلعت فوق وريتكم الخيمة من فوق، مهم تمشينا وغيرنا جو وطلعنا. وأنا بدينا في تحضيرات الغداء، هذه حوسة الغداء طبعا مش تحضيرات الغداء، أكيد حوسة. طبعا بدينا في تحضيرات الغداء، قاعدين هنا نقلوا في الدجاج باش نحطوا الغداء. هذه تحضيرات الغداء، حطينا سلطة والغداء وحنا بدون نتغدوا أكيد. طبعا بعد التغدينا درنا قهوة وكلنا بسبوسي ولمينا الحوسة ولمينا الدنيا كلها عشان نروحوا. هذا كان يومي في الزردة. ما تنسوش تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة وتكتبوا لي تعليقاتكم.